السلام عليكم اخواتي الاهلاويه في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من مهاجم الاهلي. انا النهارده جايب لكم حلقه تاريخيه، جايب لكم وثائق وتقارير صحفيه سنه 79 وسنه 81 بتكشف حجم الفساد اللي كان لصالح نادي المختلط في هذه الاونه وقبلها من سنه 29. وتواطؤ رجال من الدوله انذاك مع نادي الزمالك عشان يحطوه في منافسه مع النادي الاهلي. ده بمناسبه ايه؟ بمناسبه حلقه الفساد اللي منتشره حاليا وبيكشفها جمهور النادي الاهلي واعلاميه في الصفقات المشبوهه اللي ما بين نادي البنك الاهلي ونادي الزمالك. فطبعا كان في هجمه مرتده من الزملكاويه بيحاولوا يثبتوا بكل الطرق ان انديه الدوله بتساعد النادي الاهلي، وطبعا النغمه السائده ما بينهم ان الدوله بتساعد النادي الاهلي. فانا الحلقه ديت هتنسف هذا الامر من جذوره، هتنسفه نسف. وقسما بالله كل اهلاوي مش هيشير الفيديو ده انت مقصر في حق ناديك، بجد هتبقى مقصر في حق ناديك. فهنبدا اول سكرينات. واحد اسمه عبد الرحمن رضا بيقول ايه؟ بيقول نادي بتروجيت الرياضي مملوك لشركه المشروعات البتروليه والاستشارات الفنيه بتروجيت بين قوسين، وهي شركه حكوميه مصريه. ببساطه مالك نادي بتروجيت هو الهيئه المصريه العامه للبترول والشركه الام لبتروجيت. تخيل نادي حكومي خايف من كابتن مهموز، قصده على كابتن محمود الخطيب يعني، ومش عايز يبيع لاعبين للزمالك، مع انه باع للاهلي احمد رضا من 5 شهور فقط، ودلوقتي طالع اعاره كان برضه عشان ما يروحش الزمالك. نادي الدوله بتدعمه دعم غير محدود، هنثبت الكلام دلوقتي. وبياخد قروض وتسهيلات بنكيه ورعايه واعلانات، بس لعيبته بتعملها ومتوجه له بتاع الزيتون بالامر مباشر بدعم مالي غير محدود. دلوقتي الانديه الخاصه والحكوميه المملوكه للدوله المصريه مش عايزه تتعاون مع الزمالك اللي هو طول عمره بيطلع لاعبين لجميع منتخبات مصر، مش عارف بأمارة ايه. عشان كده عمر ما هيبقى فيه منافسه ولا الرياضه المصريه تتحرك، هتفضل مصلحة النانوس على منتخب مصر، ويفضل الفشل والمركز الرابع في اي بطولة عالمية هو مشرف لمصر. حسبنا الله ونعم الوكيل في الخبيث اللي عامل فيها محترم. تعال بقى اثبت لك كم الفساد اللي انت شايفه ده. هو اول تقرير صحفي معانا كان منشور سنة 79، والتاني ده منشور صحفي كان موجود سنة 81. دي تقارير نشرها زملكاويه لم تكن بغرض كشف فساد ابدا. تخيل، هما بس زمان كانوا ناس طيبين وغلابه وما يعرفوش ان الكلام ده كان هيتمسك عليهم في الالفيه الجديده. لو كانوا يعرفوا الكلام ده كانوا الكلام ده حرقوه او خبثوا كنوزه ودفنوه في قاع المحيطات. ليه؟ لان اللي حضرتك هتشوفوه دلوقتي بمقاييس حتى حقوق الانسان ده نادي عال على البشريه، ده نادي فساد لا محدود، ده نادي عار على البشريه ان هو يكون موجود وسطينا. وهنعرف الكلام ده من التقارير الصحفيه الموجوده. اول قطعه كده هناخدها هنقراها. احنا هناخد قطعه مش هنقرا كل الكلام اللي انتوا شفتوه. بيقول لك رأس النادي بعد عوده ابو رجيله الى اوروبا، رأس النادي بعد عوده ابو رجيله الى اوروبا كل من الدكتور شوقي من جديد والمليونير علوي الجزار الذي لم يستمر الى شهورا ظهر خلالها انه لم يفهم الغرض من اختياره رئيسا. هم جايبين واحد غني عشان خاطر يبقى زكيبة فلوس، بس هو ما كانش عارف القصه ديت. فبيقول لك وهو ان يساعد النادي من بعض ماله. وجاء بعدهم مهندس حسن عامر شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وكلاهما وثيق القرابة بالفريق محمد حيدر. على خضع حيدر صار حسن عامر واستطاع أن يكلف شركات القطاع العام بإنشاء المبنى الاجتماعي للنادي وحمامات السباحة دون أن تقبض مقدما ولا مؤخرا. يا نهار فساد. نكمل. كثرة الملاعب وكثر اللاعبون وازداد النشاط والبطولات وعدد اللعبات التي تمارس في النادي حتى بلغت رقما قياسيا. وتحسنت النتائج خاصة في كرة القدم، حيث أنهى الزمالك سنة 59-60 احتكار الأهلي لبطولة الدوري العام منذ بدأت سنة 1948 ونافسه، ثم تفوق عليه في كثير من الألعاب الأخرى كما سيجي بالتفصيل بعد قليل. ده أول قطعة فيها كم فساد غير معقول. نخش على القطعة اللي بعدها عشان أوسخ وأضل. يقول لك عمل الأعضاء على تنصير النادي الزمالك. كانت أول خطوة سنة 1929، خد بالك معايا، لما اختار يوسف محمد حكم كرة القدم الدولي أول سكرتير مصري للنادي بدلا من نيكول عراقجي. ثم انتقلت رئاسة النادي من بيانكي الذي خلف اليهودي ميرزباخ إلى القمة.
أو إلى القائمة. وقام وقت ذاك محمد حيدر قمندان السواحل. شوف بقى مين محمد حيدر قمندان السواحل، ومن بعده مدير السجون ويور جلالة الملك فاروق والقائد العام للقوات المسلحة. وعلى يديه نهضة المختلط، نهضة حقيقية، واتسعت مدرجاته في موقعه الجديد بالزمالك، وإن بقى مبناه الاجتماعي عبارة عن فيلا من 4 حجرات لا غير، أحدها للرئيس والثانية للسكرتير وأمين الصندوق، وحجرتان أشبه بالمقام. وقد استطاع حيدر بما له من سلطات ضخمة في المراكز التي شغلها من أن يفعل الكثير للمختلط وبالتالي مصر. قال يعني في السنة التالية لتوليه رئاسة النادي قررت الجمعية العمومية لنادي قصر عضويته على المصريين، فأصبح المختلط أخيرا مصريا 100%. ومع ذلك ظل محتفظا باسمه إلى أن رأى أن الأفضل تعديل الاسم إلى نادي فاروق للألعاب الرياضية سنة 41. وكان لهذا التعديل فائدته، فقد أصبح أشبه بأن يكون نادي القوات المسلحة. عشان لو الحاجة اهو انتقل إليه بالأمر. شو بقى المصيبة والكارثة والعار على البشرية وحقوق الإنسان اللي جاية دي. انتقل إليه بالأمر أغلب اللاعبين العسكريين، بالأمر المباشر أغلب اللاعبين العسكريين انتقلوا لنادي الزمالك في كرة القدم وكرة السلة، بالإضافة إلى استخدام، شوفوا المصيبة اللي جاية، بالإضافة لاستخدام المساجين في بناء مدرجات ملعب كرة القدم بأقل التكاليف. جايبين ناس بالسخرة تبني النادي بتاعهم. المختلط المجنس جايبين مساجين بالسخرة تبني النادي بتاعهم في بناء ملعب كرة القدم بأقل التكاليف، وإلى معاونة اللاعبين الصاعدين في الانضمام إلى الكليات العسكرية. أي لاعب شايفينه كويس تعالى يا ابني انضم للكليات العسكرية، بعد كده يحولوا على الزمالك. وكان لهذا أثر في تقوية صفوف الفريق وفي تقوية مكانة النادي. حابين ايه اكتر من كده؟ شايف حجم الفساد، دولة كاملة آنذاك بتقف خلف فريق واحد في مصر عشان تخليه ينافس النادي الاهلي. اللعيبه اللي شايفينها كويس في مصر كلها بيضموها للمؤسسه الانديه العسكريه، بعد كده تروح للزمالك بالامر المباشر. مساجين بيجوا بالسخره باقل التكاليف عشان خاطر يبنوا نادي الزمالك. رئيس قواته المسلحه، رئيس اركان القوات المسلحه انذاك هو رئيس نادي الزمالك، وبالامر المباشر بيسير امور النادي. ويقول لك الاهلي نادي الدوله من سنة 29 وهو نادي الدولة وبيتجامل، والنهاردة في 2025 بيقول لك الأهلي نادي الدولة. يا نهار فساد ليكوا عين تتكلموا. اقسم بالله يا اهلاوي انت لو ما شيرت الفيديو ده في كل المنصات انت مقصر في حق ناديك. انت المفروض اي زملكاوي يتكلم تحط له جزمة ده خازوق قد كده، تحط له في بقه، تاخد الفيديو ده تحط له في بقه وتقول له رد عليا، وما تسيبوش لما يرد عليك. يعني ما تسيبوش يفلت ويفلفظ زي القرموط زي ما بيعملوا في القنوات، ما تسيبوش، قول له رد عليا في الكلام ده. تعالوا نروح للسكرينه اللي بعدها. الواد اللي اسمه محمد ناصف بيقول لك مش حابب يقبل يبقى سلعه في ايديهم يحركوها زي ما هم عايزين. والله يا عبد القادر حتى لو ما انتقلتش للزمالك يكفي ان انت بتعمل اللي عليك. ايه اللي عليه يا جربوع؟ يعني ايه يا جربوع اللي عليه؟ ده واحد لعيب في النادي الاهلي لسه بقى في عقده سنه، اصلا لا هو الاساسي ولا هو البديل ولا بديل البديل، ده ممكن يبقى الثالث او الرابع على الدكه عندنا. يعني لعيب ما يلزمناش في حاجه. عايز يروح الزمالك يا عم يروح في 60 داهيه، ما يروح الزمالك. هو احنا نخاف؟ انتوا ياما لعيبه راحت عندكم وبرضه احنا راكبينكم. هتفرق معانا ايه امين احمد عبد القادر اصلا يعني عشان خاطر احنا نخاف يروح الزمالك؟ ده لعيب عايز يمشي فري وياخد عقد، واحنا مش بنتلطش على قفانا زيكم. طب انت فريق هوزو واللعيبه بتمشي معاكم هنا عندكم ببلاش. واحد زي زيزو كان اغلى لعيب في مصر انذاك من كام شهر ورا، وانت ما عرفتش تبيعه وتكسب من وراه. انت مهزأ وانت جربوع. انا بزيك ليه؟ انا باخد حقي من اللعيبه، ده كل ما في الامر. نروح لسكرينه ثانيه. نادي المختلط او جروب المختلط او صفحه المختلط على الفيسبوك بتقول لك ايه؟ التسكير السنوي لاكبر عمليه سرقه كرويه حصلت في تاريخ القاره، فكان القاضي هو نفسه الطرف المتنازع، واللي وضع المعايير ايضا هو الطرف المتنازع. فضيحه حصل فيها كل الجليطه والتفصيل اللوائح لاجل فقط يكسبها طفلهم المدلل، واللي منها بنى تاريخ ورفع اسمه تسويقيا باللقب اصله مسروق. شاء من شاء وابى من ابى.
ومر على الزمان ما مر، فالحق لا يسقط بالتقاطم. الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، وتحت عاملين اللوجن اللي هم عاملينه، والتسعه اكبر من السبعه. التسعه اكبر من السبعه، بس ال 61 اكبر من ال 54. انت بقى عايز تمشي تكون على مزاجك، دي مش مشكلتنا. بس فالعالم غير مسؤول عن الطرح الاهطل اللي انت بتطرحه. كان في معايير وقتها ان البطوله بتتحسب على حساب النقاط. الاهلي كان 61 نقطه وانت 54 نقطه، فبرضه من اللوجيك ان انا اقول لك واعمل لك ترند عادي واقول لك ان ال 61 اكبر من ال 54، زي ما التسعه اكبر من السبعه، ال 61 اكبر من ال 54. انا مش مسؤول ولا العالم مسؤول ان انت تقعد تقول اي اقتراحات هطله وهبل والعالم يمشي وراك فيه. احنا مش مسؤولين ان احنا نمشي وراك. انت جربوع وعبيط ودماغك هبله، وعربيه الاسعاف اللي كانت بتلم مجانين في اعلان الاتصالات دي ما كانتش من فراغ، انتوا فعلا مجانين وهبل. فاحنا مش مطالبين ان احنا نمشي ورا هبلكم، والعالم مش مطالب ان هو يمشي ورا الهبل بتاعكم. بس ده كل ما في الامر. هنروح بقى لنقطه تانية. معتمد جمال عبر برنامج اللعيب مع مهيب عبد الهادي، والكلام ده نشرها صفحه المختلط، بيقول لك نفس الانديه تساعد الزمالك زي ما بتساعد الاهلي كده، وتلاقي نادي بيدي لعيبه ببلاش زي ما حصل مع بيكهام ونادي سيراميكا. اول حاجه سيراميكا ما اداش النادي الاهلي بيكهام ببلاش، الاهلي اشترى بيكهام ب 30 مليون جنيه. لكن كون ان انت نادي بتنصب على اللعيبه والسوابق بتاعتك سيئه جدا، ودايما متعود ان انت تسرق اللعيبه وتسرق المدربين وفضايحك بجلاجل على مستوى العالم، وفي حين ان الاهلي نادي محترم بيدفع للانديه، الانديه بتثق فيه، فممكن ان هو يديله لعيب اعاره بعد كده يتكلم في الفلوس بعدين وعارف ان الاهلي مش هياكله. دي قصه مش مشكلتنا احنا، دي مشكلتك انت. يعني خليك محترم ودي الناس مستحقاتها، وما تاكلش على الميتين اللي زي ابوه وفلوسها. وعشرات القضايا في العشرات في خلال اخر 20 سنه ولا 25 سنه في الفيفا، فانت بقيت بلاك ليست عند كل الانديه وكل اللاعبين. دي مش قصتنا ولا مسؤوليتنا ولا ذنبنا، ده كل ما في الامر. بس مش عايز اطول عليكم، دي حلقه مهمه جدا، ما تنساش تعمل سبسكرايب. مهم جدا مهم جدا الجزء الاولاني من الحلقه يتعمل شير، لازم تعمل شير لكل اهلاوي. دي حلقه تاريخيه توثيقيه للتاريخ، مين نادي الدوله، مين نادي الفساد، مين اللي اتبنى بالصخره، مين اللاعبين اللي كانوا بيروحوا له بالامر مباشره. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.